السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض تخزين السبانخ. هنخزنها بطريقة جميلة جدا، عمرها طعمها ما يغير معاكي. بس في البداية نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى الغالي. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يشرفني انك تنضم لقناتي. بداية كده انا معايا 2 كيلو من السبانخ. هبتدي ان انا اشيل الرباط بتاعها وانضفها واحدة واحدة. هشيل اي ورقة فيها بايظة او دبلانة او اي ورق مصفر، اي حاجة بايظة فيها انا هبتدي اشيلها واحدة واحدة كده علشان ما اسيبش اي حاجة. بعد ما نضفتها كويس هبتدي ان انا اشيل الروز بتاعتها، الجزء الفوقاني ما بشيلهاش كلها، بشيل الحتة اللي هي فوق بس. بعد كده ببتدي ان انا اخرطها لقطع صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه. نيجي بقى لمرحلة الغسيل. لازم تغسليها في طبق واسع وتكون المية غزيرة عليها كده، ونبتدي نشيل السبانخ منها. ما بنصفيش المية منها ولا بنغسلها في مصفى علشان بيكون لسه فيها أتربة. لازم نشيلها بالطريقة دي. دي أحسن طريقة لغسيل السبانخ. شايفين المية منظرها عامل ازاي؟ برجع افضيها وارجع املى مية من جديد واغسلها مرتين 3 كمان لحد ما المية تكون نضيفة خالص معايا. بعد ما نطفت معايا تماما ببتدي ان انا ارفعها على النار، وبنزل عليها بمعلقة كبيرة من السكر، معلقة من معالق الشاي بس تكون هرمية كده، وبغطيها واسيبها لحد ما تهبط بس معايا شوية. وبرجع اكشف عليها على طول اول ما ابتدي انها تخس معايا شوية كده، وابتدي اقلبها، ارفع اللي تحت فوق واللي فوق تحت علشان ما تغمقش مني. انا عايزاها كلها تبقى لون واحد، فلازم تقلبي ايدك فيها على طول وبشويش عشان ما تقعش منك لحد ما تكون معايا بالشكل ده. شايفين الحلاوة والجمال بقى؟ لونها اخضر وجميل. ببتدي ان انا اسيبها تبرد تماما. نسيت اقول لكم ان انا نزلت معلقة تانية من السكر، معلقة شاي تانية كده، انا حطيت معلقتين. وببتدي ان انا اخزنها في الاكياس بتاعتي، وبخزنها بالمحلول بتاع المية اللي نازلة منها، ما برميهاش علشان دي بتكون زي محلول حفظ ليها، وبيكون الفايدة بتاعتها كلها فيها. يلا بقى، لو لسه ما اشتركتيش في القناة يشرفني انك تنضمي لقناتي، وما تنسيناش في اللايك.